ومسانده كبيره ما بين الشعب المصري والشعب المغربي. الشعب المصري مرحبا بكم في المغرب، والمغرب بلدكم الثاني وانتم خوتنا وحنا خوتكم. والله مبدئيا الكلمه للمغرب واهله، الله يعمرها دار. بالفعل وصلنا من موريتانيا لتغطية بطولة كأس العالم للأندية. التنظيم رائع جدا جدا. نحن وصلنا. أنا من السودان، والمغرب والسودان دولة واحدة، وكل الدول العربية كلنا دولة واحدة. احنا بنشكر المملكة المغربية شعبا وحكومة وملك. السلام عليكم. كما كتلاحظوا معنا التصنيم ديال كاس العالم للانديه اللي تنظم الحمد لله في المغرب. كنشوفوا كاين واحد النظام اللي هو ماشي عادي الحمد لله، وحتى الجماهير والشعب المغربي صراحه الله منظم واحد النظام اللي هو في مستوى. وكما كنلاحظوا الشكر خاص الامن الوطني اللي صراحه اللي كيستمر على التظاهرات الكرويه اللي كنشوفوها في مستوى. اجوا معايا تشوفوا جبرتونا مع اخواننا المصريين حاليا، عملنا معهم روبورتاج. وتحيه لاهل مصر، وشعب واحد وقلوب واحده معنا وما فيهم الاخوان. تحياتي لك اخي الكريم. تحيه لاهل المغرب، تحيه لناس الشمال، ناس الجمال، طنجة العاليه. والله رفعت براسنا بالجماهير اللي شفناها ديت النهارده. ربنا يبارك في المغرب، والله يعمرها دار. وتحيا مصر وديما مغرب. احنا واحد، قلب واحد ودم واحد وروح واحده، وربنا يديم الخير والمعروف دايما. ربنا يعمر بيوت المسلمين. شكرا بكم وتحياتي لكم مره ثانيه. فرصه سعيده. كيف جاك هذا التنظيم هذا وهذه التظاهره الكرويه اللي كنتينا كتشوفها دابا؟ صراحه واحد التنظيم اخي ماشي عادي. انا ان شاء الله تبغيني نخرج دابا ندخل شي عائله، والله الا واحد المنظر جميل جدا داخل. وصراحه المغرب ماشيين قدام ان شاء الله يا ربي، وكامبو في المستوى. من تشجع اليوم الاهلي المصري ولا؟ طبعا انا نشجعوا خوتنا مسلمين ضروري، هذه حاجه مؤكده وما فيهاش النقاش اخي سفيان. يعني بدون نقاش؟ لا ضروري اخي، يكون هاني ضروري الاهلي ضروري. شنو تقول للشعب ديال مصر؟ الشعب المصري مرحبا بكم في المغرب، والمغرب بلدكم الثاني وانتم خوتنا وحنا خوتكم، ومسلمين كاملين يد وحده، وان شاء الله مربوحه وحنا ديما معاكم بالتوفيق. شكرا. رحب بك الجنه، ولو كانت مصر الدنيا في المغرب ابوها. شكرا بزاف. شو تعبير فرحتك وانت جيت على المغرب؟ والله مبدئيا الكلمه للمغرب واهله، الله يعمرها دار. الله يعمرها دار، وربنا يبارك فيكم. استقبال رائع وراقي جدا يليق باسم المغرب، تاريخ وحضاره ومعاصره كمان. والاقبال الجماهيري بتاع اليوم ده مش طبيعي. يعني المغربيه والجماهير المصريه حاليا حاضرين بقوه، وكنشوف واحد حب التضامن، ان واحد الحب ديال الاخوه ومسانده كبيره ما بين الشعب المصري والشعب المغربي. ايش تقول لنا على هذه التظاهره مع المغاربه؟ أول حاجة هقولها، لو ما اتكلمتش مش هتقدر تفرق ما بين مصري ومغربي، ولو اتكلمت برضه مش هتقدر تفرق ما بين مصري ومغربي. الكرة جمعتنا، المنتخب المغربي قدم لنا صورة ممتازة في كأس العالم وشرف العرب كلهم، كنا مأزرينه بقلبنا. والنهارده سبحان الله، يعني ما كنتش متوقع ان الجماهير المغربيه تيجي تأزرنا النهارده وتيجي تشجع الاهلي. لقيت كم غير عادي جدا جدا جدا، بيثبتوا ان احنا اسمين ولكن قلب واحد وبلد واحد. انا بشكر كل الجماهير اللي هتشوفني. لو هطول ان انا اشكر كل واحد دخل الملعب النهارده عشان خاطر يشجع الاهلي، اقول له الف الف شكر. وده مش جديد على الشعب المغربي، الشعب المغربي معروف على الضيافه. عايز اشير الى حسن الاستقبال من السلطات، من الشعب، من واحنا داخلين، من التنظيم. كل حاجة عجبتنا في المغرب، كل حاجة منظمة. الحمد لله والشكر لله ان البطولة كانت في المغرب. المغرب كان في الموعد وكان في المستوى، والتحية كبيرة جدا جدا للشعب المغربي قيادة وشعبا. ربنا يحفظك ويحفظ مصر كلها. الله يحفظك. الصراحة احنا جواب مع اخواننا المصريين اللي كيتواجدوا دابا حاليا معنا. صراحة احنا فرحانين بفريق الاهلي بانه جاء يلعب ضد فريق نادي اوكلاند سيتي، وحنا فرحانين بهذه الاجواء اللي تنظمت هنا في طنجة. صراحة عمرنا عشنا هذا الجو هذا، ومع فريق بلد عربي مسلم، وان شاء الله نتمنى الفوز فريق الاهلي. وحنا فرحانين بزاف بزاف، لان هذه الاجواء هذه قليل في كتكون، وصراحه فرحانين بزاف بهذا الفريق هذا اللي ان شاء الله حنا كنشجعوا فريق الاهلي، وان شاء الله ديما الاهلي يفوز ان شاء الله. بنحبك يا اهلي، بنحبك. ايوه يا أهلي. ايوه. شو رايك اليوم الشعب المغربي مساند للفرقه المصريه ان شاء الله يا ربي وقلوبنا بدمنا، لان انتم وقفتوا معنا كثير عندما كانت المنتخب المغربي في كاس العالم. راينا المصريين بحضورهم بدمهم بقلبهم معنا. لهذا اليوم الشعب المغربي معك، شو تحب تقول لهم وتقول للمصريين؟ احنا بنشكر المملكة المغربية شعبا وحكومة وملك، وبصراحة ده يوم للتاريخ. يعني ده ترابط بين الشعوب، وده يبين للعالم كامل قد ايه العرب مترابطين وقد ايه العرب اخوه.
وبنشكر كل الشعب المغربي على وقفتهم معانا وعلى مساندتهم للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله. واحنا ان شاء الله يوم الاربع يوم 4 ماتش الوداد ان شاء الله هنكون مساندين للوداد باذن الله. ربنا يحفظك وشكرا وتحيه لاهل المغرب. ولا في غيره يفرحني دايما معاه والاخر الكون عمري عاشق. بالنسبه لنا الشعب المغربي والشعب الموريتاني، بالفعل وصلنا من موريتانيا لتغطية بطولة كأس العالم للأندية. أول ما وصلنا حقيقة أبهرنا بالتنظيم الرائع للجامعة المغربية وللاتحاد الدولي لكرة القدم. المبهر حقيقة الآن نحن أمام ملعب مدينة طنجة وافتتاح بطولة كأس العالم للأندية. أكيد الحضور الجماهيري لافت، الحضور الجماهيري الكبير لهذه الافتتاحية، أيضا الملعب التحفة الذي يوجد الآن خلفي. كل هذه النقاط وكل هذه الإشارات إلى أن المغرب بات ركنا قصيا في كرة القدم، بات بعيدا كل البعد عن الدول الإفريقية الأخرى. باعتقادي أن كأس إفريقيا 2015 مسألة وقت اللي تعطى للمغرب، لأن برأيي الشخصي لا توجد دولة في إفريقيا الآن جاهزة بكل هذه البنى التحتية بكل هذه اللوجستيات أكثر من المغرب بهذه الملاعب الجميلة على طول المدن المغربية. وب 48 منتخب أيضا المغرب مؤهلة لاحتضان هذه البطولة مع كل الأمور اللوجستية والمصاحبة لها من المشجعين ومن الصحافة. بما يخص بطولة كأس العالم للأندية، الآن نحن نشهد كما قلنا لحفل الافتتاح، ننتظر بطولة كبيرة وتنظيم أكيد من دون أي سؤال سيكون التنظيم في القمة، لأن المغرب برهنت من قبل بطولات إفريقية بطولات قارية. هذه المرة الثالثة للمغرب أن تنظم بطولة كأس العالم للأندية. أتمنى التوفيق للمغرب ودائما ديما المغرب. تحياتي لك واخواننا في موريتانيا والمغرب، نحن شعب واحد ومرحبا بكم في بلدكم الثانيه. شكرا لك. شكرا لك وشكرا لكل المغاربه. اكيد المغرب وموريتانيا شعب واحد، جوار اكثر من شعب واحد. نتمنى التوفيق للمغرب دائما. شكرا لك وتحياتي لك. شو رايك في هذه التظاهره وفي هذا الاحتفال المغربي، وشو رايك في هذه الاجواء؟ التنظيم رائع جدا جدا. نحن وصلنا بالامس الى كازابلانكا، واليوم كنا في سلا في المعموره في الرباط، زرنا مركب محمد السادس لكره القدم، استمتعنا بالتنظيم الرائع جدا جدا. وطنجة تحتفي بكره القدم. المغرب شعب رائع يحبنا ونحبه ويحب كره القدم. كنا في قطر في كاس العالم، شهدنا منذ المباراه الاولى حتى المباراه الاخيره للمغرب، ودائما شعارنا ديما مغرب. ان شاء الله دائما موفقين، واتمنى تكون مباراه موفقه ونشوفكم ان شاء الله استضافه كاس الامم الافريقيه في الدوره القادمه في المغرب ان شاء الله. أنا من السودان، والمغرب والسودان دولة واحدة، وكل الدول العربية كلنا دولة واحدة، وكلنا ندعم هذه التظاهرات وندعم المغرب في ملفه 2025 لتنظيم كأس الأمم الأفريقية. هذه تظاهرة جميلة، والمغرب قد أبهرنا بمركبات الرياضية، واليوم نشهد حفل افتتاح بطولة العالم للأندية، وهي بطولة عظيمة وتجهيزات جميلة ومبهرة. بصراحة نحن كصحفيين قادمين من افريقيا لتغطية هذا الحدث العظيم الذي نفتخر انه يقام في احد الدول العربية، ونتمنى التوفيق للمغرب في المباريات ولكل الفرق العربية ان شاء الله في هذه المباراة. تنظيم مبهر وعظيم يدل على قوة جامعة محمد السادس لكرة القدم. بحقيقة المغرب أبهر العالم في كأس العالم وما زال يبهر العالم حاليا في بطولة العالم للأندية. هذه تظاهرة قوية ظهرت المغرب قوته، وظهرت للمواطن العربي أنه يمكن أن يقود حتى تنظيم كأس العالم. ونتمنى المغرب أن ينظم كأس الأمم الإفريقية 2025 فيما بعد ينظم كأس العالم. السلام عليكم الأخ عز الدين، شنو الرأي ديالك في هذه الأجواء وهذا التنظيم اللي كنشوفوا وهذه التظاهرة كروية؟ والأجواء السؤال كيجاوب على راسه. ملي كتقول الأجواء موندياليتو، ملي كتقول موندياليتو كتقول يعني قبلة ديال العالم. كتجي مدينة طنجة اللي هي من أحسن المدن العالمية عبر التاريخ. مدينة جميلة وجميلة جدا، لا بالملعب ديالها، لا بالناس ديالها، لا بالاقتصاد ديالها، لا بجوج البحار ديالها تبارك الله. كتقول موندياليتو يعني كأس العالم. ملي كتقول كأس العالم اللي تكون للأندية كأس العالم، وهذه البداية إن شاء الله باش واحد الوقيته نعملوا كأس العالم. دائما كاين واحد البداية وخصها تكون بحال هيدا. أنا كنظن أي أحد، أنا عشت في هولندا، عشت في اسبانيا، شفنا شنو هي أوروبا،
حنا واحد بلد اوروبي بامتياز، نطلبوا من الله نبقاو ماشيين في هذا العمل هذا، وهذه البدايه، وان شاء الله يكون كل شيء مزيان، ومرحبا بالاخوان كاملين، وان شاء الله يكون واحد موندياليتو في المستوى الجيد جدا. لان كما كتلاحظوا كنشوفوا الحمد لله كاين واحد التنظيم اللي هو قوي، كما كتلاحظوا معنا هنايا كاين التنظيم الحمد لله اللي في المستوى، يعني الامن قايم بواحد الواجب اللي هو جد رائع، ان واحد التنظيم صراحه الله في المستوى، وكاينه كما كنشوفوا نلاحظوا معنا الامن الوطني ولا الناس اللي ساهرين على هذا التنظيم هذا، والفضل الكبير كيرجع للمغرب اللي كنشوفوا هذه التظاهرات كما كتشوفوا، يعني الحمد لله الامور جايزه على ما يرام، يعني ما كاينش شي واحد مثلا واحد العنف ولا مثلا واحد المشاكل ولا شي حاجه، بالعكس الحمد لله هادشي جالس في المستوى، وتبعوا معنا ان شاء الله هادشي هذا، ونتمنى هادشي يعجبكم الاخوان. صراحه هادشي لا ما كناش كنتخيلوا هاد الجوده كامله الصراحه، التنظيم وكذا، اي والله، وكنفتخروا بطنجه كانني مواطن طنجاوي والمغرب كامل. هاد المونديال بحال اللي كتحس براسك بحال اللي في قطر، وكنشكروا الامن هو اللي كينظم هادشي، وصراحه عاود الشعب ديالنا واعي وكنشكر. الصراحه كنفتخروا بملعب ابن بطوطه، ملعب المدينه ديالنا اللي كيبان بابها حله، صراحه تنظيم اكثر من رائع، وفرحانين وفخورين بالمدينه ديالنا. الاخوان ديالنا كما كتلاحظوا معنا دابا حاليا كما كنشوفوا الاجواء والتنظيم، والحمد لله كاينه واحد المجهودات اللي كبيره الحمد لله، وتحياتي للامن الوطني اللي كيقوموا بواحد المجهود الحمد لله. حتى كما كنشوفوا الشباب والناس معنا هنايا، يعني كاين واحد التنظيم فهمتي، يعني بلا ما يبقى مثلا المخزني يقول لك رجع عايده ولا مشي لين، يعني الدراري بيدهم كيفهموا راسهم، فهمتي كيفاش، وانتم تلاحظوا معنا الاجواء. كنتمنى اخوتي يعجبكم هذا الفيديو هذا، وتحياتي لكم ان شاء الله يا ربي. وشني النظريه ديالك اليوم على الفريق الاهلي المصري اللي غيلعبوا؟ شنو يعني من تشجع اليوم؟ واش مصر ولا شي كيف واخر؟ ملي كتقول الاهلي المصري كتقول فريق افريقي وحنا افارقه، ملي كتقول فريق الاهلي المصري كتقول فريق عربي وحنا عرب، وحنا مسلمين حتى هما مسلمين، يعني بدون احساس انك بلا ما تحس انك عندك ما تشجع الاهلي المصري، لانه فريق عربي والمصريين اخواننا، يعني وفريق اللي كنبغيوه حتى هو كنبغيوه. اوكلاند سيتي مرحبا بهم عندنا، ولكن حنايا ماشي اوكلاند سيتي، ماشي 100% غنكونوا مصريين كاملين، وانا كنظن ان جميع جمهور طنجه يكون مصري، ومرحبا بجميع الانديه، ولكن مرحبا واحد الف مرحبا بالفريق الاهلي المصري، ونطلبوا من الله حظ موفق للفريق الوداد البيضاوي اللي مشارك.